طيب إذا المركب السي اللي عندي ده طلع ايه؟ طلع اللي هو CH3 ماسكة في CH2 ماسكة فين؟ في ال OH. طب ده كحول، احنا عارفين كحول ليه؟ علشان فيه مجموعة وظيفية ال OH. هل نوعه بقى ايه؟ كحول أولي ولا ثانوي ولا ثلاثي؟ على حسب الايه. السي ماسكة في كام كربونة؟ يعني ايه؟ يعني انا عندي هنا السي ماسكة في اتش، ماسكة تحت في اتش، ماسكة هنا او اتش، ماسكة هنا بسي اتش 3، ماسكة بسي اتش 3 واحدة. يبقى ده كحول ايه؟ اولي. لو ثانوي يبقى اشيل الاتش دي واحط مكانها سي اتش 3. لو ثلاثي اشيل الاتش دي واحط مكانها سي اتش 3. بس اللي عندي هنا ايه؟ اولي. تمام كده. طيب الكحول الأولي اللي عندي ده حط على السهم عندي أكسجينة. معنى إيه حط أكسجينة؟ يعني عايز يعمل له أكسدة. تمام. طيب أنا لما بأكسد عندي الكحول الأولي بيتحول ال OH عندي لإيه؟ بمجموعة الدهايد اللي هي CHO. طب لو هي أكسدة تامة حاطط أكسجين بس، يعني هنا زيادة من عدد المولات، يبقى بحول اللي هي الإيه؟ الألدهايد عندي لإيه؟ للCOOH اللي هو مين؟ الأسيد. تمام. ولاحظ معايا ان انا بمسك دلوقتي ال CH2OH ده كده. تمام. بحولها على طول لمجموعة ال CHO. كان هنا عندي كام كربونة؟ واحدة. اتحولت لإيه؟ لواحدة. مش بغير عدد الكربونات خالص. بعد كده بتتحول عندي ل COOH. يصبح المركب في الآخر ايه؟ عامل كده، اللي هو أنا عندي CH3 تمام ماسكة في ال COOH. كان هنا عندي 2 كربون، وكان هنا عندي ايه؟ 2 كربون فوق. عدد الكربونات ما اتغيرتش. اذا ده اسمه ايه؟ ده اللي هو مركب دي اسمه حمض الاسيتيك.